سنة 2022 حصلت 3 حاجات مهمة. ميسي أخد كاس العالم، شركة اوبن اي اي عملت تشات جي بي تي، ومارفل عملت مسلسل مون نايت إخراج محمد دياب. بعد ما اتفرجت على مسلسل مون نايت وشفت العالم كله بيتكلم عن المسلسل والأغاني المصرية مكسرة الدنيا على كل منصات الموسيقى، كان عندي أسئلة كتير. ليه ما فيش سوبر هيروز مصريين مع إن الحضارة الفرعونية مليانة شخصيات ممكن تبقى سوبر هيروز؟ ليه ما فيش ممثلين مصريين في عالم مارفل؟ لو مارفل أو دي سي هتعمل سوبر هيرو مصرية، مين الممثلة اللي ممكن تعمل ده؟ بصوا يا جماعة، الممثلات أنواع. في ممثلة موهوبة تعمل أدوار فنية جدا، هتلاقي عندها جوائز كتير، ترشحت لجوائز أكتر. في ممثلة تانية عندها كاريزما وجمهور كبير، تعمل أفلام تكسر البوكس أوفيس. في نوع تالت خالص، هي ممثلة شاطرة وموهوبة وبرضه عندها كاريزما وجمهور كبير. زي مين؟ أمينة خليل. أمينة اتولدت في أمريكا ودرست التمثيل هناك. أول دور ليها كان في مسلسل الجامعة، وآخر دور ليها كان في فيلم الست، وما بين الدورين دول عملت أكتر من 30 شخصية مختلفة. اشتغلت كتير فده اداها خبرة وتنوع. لما تعمل مشاريع كتير يعني هتشتغل مع مخرجين كتير، كل واحد فيهم عنده مشوار طويل وليه مدرسة مختلفة، فهتاخد من كل مخرج حاجة مهمة. أمينة ما حطتش نفسها في الزون بتاعت الأفلام الرومانسية، لأ، اختياراتها مختلفة وجريئة، تعمل الدور وعكسه، وما تقدرش تتوقع اختياراتها الجاية. يعني بعد ما عملت نازلي في مسلسل جراند اوتيل، نازلي كانت بنت من عيلة أرستقراطية بتتكلم فرنساوي ودرست بره مصر. بعدها بسنة عملت عائشة في الشيخ جاكسون، والشخصيتين مختلفين تماما في الشكل والطبقة الاجتماعية وأسلوب التمثيل. بعد كده عملت حاجة مختلفة خالص في مسلسل أبيل، وبعدين عملت ليه لأ ولسه بغداد. فبتعمل كل الجينرز، لايت وكوميدي وأكشن ورومانسي، وبتتحدى نفسها. أمينة ذكية في اختياراتها، تعرف تعمل مشاريع تخلي الناس كلها تتكلم عليها وتعمل امباكت قوي، وعندها مسؤولية اجتماعية. لام شمسية وخلي بالك من زيزي دليل على كلامي. أمينة ممثلة موهوبة، تمثيلها في مسلسل خلي بالك من زيزي كان ناضج جدا. إنها تعمل دور بنت مصابة بADHD تجربة صعبة ومرهقة نفسيا. كتير من ممثلين هوليوود قالوا إن الأدوار النفسية تجربة مرهقة نفسية جدا. وأنا بكتب الحلقة اتفرجت على انترفيوز لممثلين عملوا أدوار نفسية في هوليوود، كنت عايز أعرف التجربة بتاعتهم كانت عاملة إزاي. مثلا ليدي جاجا قالت إن دورها في هاوس اوف جوتشي عمل لها تجربة نفسية كانت مرهقة وصعبة جدا. وناتالي بورتمان قالت إن دورها في بلاك سوان كان تجربة قاسية جدا. فنجاح أمينة خليل في الدور ده وإنها تنجح في أدوار كتيرة متنوعة يخلي فكرة وجودها في مشروع عالمي منطقية جدا. لما شفتها في فيلم لص بغداد ومسلسل أبيل فكرتني بالسوبر هيروز. ستايلها وأسلوبها في التمثيل شبه السوبر هيروز. جزء من نجاح أي سوبر هيرو هو الفيجوال ايدنتيتي. أمينة عندها حضور يخليك تصدقها داخل عالم السوبر هيرو. فاللي عايزة أقوله من ده كله، أمينة خليل مش مجرد ممثلة مصرية شاطرة، أمينة عندها بوتنشال وعندها ستار بيرسونا، وتقدر تبقى بطلة لفرانشايز عالمي. فكرة إنها تبقى فيس لمشروع عالمي مسألة وقت. طيب ليه أمينة خليل مش في هوليوود؟ ليه أمينة خليل مش في عالم مارفل؟ يعني مارفل إزاي بتختار ممثلة تعمل سوبر هيرو؟ وهل أصلا مارفل ممكن يختاروا ممثلين مش أمريكان؟ مارفل بيختار ممثلين من كل الجنسيات مش أمريكان بس. عالم مارفل فيه ممثلين من الصين ومن جنوب أفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا اللاتينية، ودي حاجة مقصودة واستراتيجية ملتزمين بيها بقالهم سنين. كاستنج دايركتور مارفل الأساسية سارة فين قالت إنهم لما بيحضروا المشروع بيدوروا كتير جدا، ممكن يفضلوا يدوروا سنة أو أكتر، بيشوفوا آلاف الممثلين وما بيعتمدوش على الأسامي الكبيرة بس، لغاية ما بيوصلوا للممثل المناسب اللي يقدر يعمل الدور. وحكت إنهم وهم بيختاروا مين يعمل الدور في بلاك بانثر استعانوا بكاستنج دايركتور من جنوب أفريقيا علشان يساعدهم في الاختيار. فلا مش بالضروري يكون ممثل امريكي علشان يبقى سوبر هيرو. مي كالماوي اللي عملت دور ليلى الفولي في مون نايت، مارفل قالت انها اول سوبر هيرو مصريه في الMCU. طيب مارفل ودي سي بيختاروا ازاي؟ مارفل ودي سي بيعملوا يونيفرس مش فيلم واحد. لازم الممثله يكون عندها براند واضح عالميا، لازم تكون بتعرف تعمل اكتر من جنرا، دراما، اكشن وكوميدي. وده مهم جدا لاي فرانشايز، لان الشخصيه الواحده داخل اليونيفرس الكبيره لازم تشيل اكتر من تون. لازم الممثله تشيل الفرانشايز وتلتزم انها تكون موجوده جوه اليونيفرس لسنين، مش هتعمل فيلم وخلاص. عشان كده مارفل ما بيهتموش بالنجوم العالميين بس، اهم حاجه مارفل عايزها هي ان الممثله او الممثل يكونوا مناسبين جدا للدور بغض النظر عن جنسيته، سواء كان الممثل ده نجم عالمي او لا. باين جدا ان الكرياتيف اندستري اتغيرت في هوليوود. الاتجاه دلوقتي في الكرياتيف اندستري ان يكون في تنوع في فريق من الممثلين، وان يكون في اعراق وجنسيات مختلفه عشان التوسع في السوق العالمي. تنويع الهويه الثقافيه للشخصيات بيزود القبول العالمي للفرانشايز ويخليه يستمر ويتعمل منه اجزاء تانية وقصص مختلفه ويتوزع في العالم كله. اللي اتفرج على فيلم اوشن 8 هيلاقي ان ال8 ابطال من جنسيات مختلفه، في ممثله من نيجيريا وممثله من الصين، ممثله استراليه
ممثلة إنجليزية، ونتفليكس عملت كده في مسلسل 3 بادي بروبلم. كان فيه ممثل هندي وممثلة كورية، ممثلة لاتينية، ودي بس مجرد أمثلة في مشاريع كتير عالمية بقى يحصل فيها تنوع في اختيار الممثلين. كمان عالم الكوميكس والسوبر هيروز كبر جدا. الفترة الأخيرة بقى فيه تركيز أكبر على إنتاج أفلام السوبر هيروز، لأنها بتبقى اي بي ويونيفرس، مش مجرد فيلم واحد. دي بتتحول لصناعة بتجيب مليارات. عوالم السوبر هيروز اتطورت، فبدأنا نشوف سوبر هيروز بنات زي بلاك ويدو ووندر وومن وكابتن مارفل. باربي وفروزن جابوا مليارات. كل دي أفلام نجحت وكسرت الدنيا. فبقى سهل جدا إن ممثلة تعمل سوبر هيرو، وبقى سهل اكتر ان الممثله دي ما تبقاش امريكيه. اللي بيقرا كوميكس هيبقى عارف ان عالم الكوميكس فيه شخصيات مصريه كتير، وفيلم علاء الدين بطوله مينا مسعود جاب اكتر من مليار دولار. انتوا متخيلين يا جماعه لو في ممثله مصريه سوبر هيرو جوه عالم مارفل، ده ممكن يفيد صناعه السينما في مصر ازاي؟ مسلسل مون نايت خلى العالم كله يتفرج على شغل المصريين ويسمع الاغاني المصريه. بعد عرض مسلسل مون نايت، رئيس مارفل شكر المخرج محمد دياب علشان جاب فريق عمل مصري في المسلسل، وكان منبهر بشغله. من اول يوم اشتغلت مع مارفل، اي عنصر ممثل كان ينفع فيه يبقى مصري جبته مصري، وفي العناصر اللي ورا الكاميرا كنت مصمم ان احنا كمان لازم نوريهم طعمنا. ورئيس مارفل في يوم العرض الخاص قال لي شكرا ان انت جبت الناس دي. ورئيس سبوتيفاي قال المخرج محمد دياب ان اغنيه الملوك اللي اتعرضت في الحلقه الثانيه، الاغنيه في يوم واحد بقت رقم 2 على العالم. رئيس سبوتيفاي اللي هي زي انغامي قال لي ان اغنيه الملوك في يوم كانت وصلت نمره 2 على العالم. عايز اقول لك رئيس مارفل بيدندن الاغاني دي من كتر ما هو حبها. ففكره ان ممثله مصريه تبقى في هوليوود، او يبقى في قصص مصريه بتتحكي في مشاريع عالميه، مساله وقت. قولوا لي لو امينه خليل في هوليوود، ايه نوع الادوار اللي ممكن تعملها؟ ومين من الممثلين المصريين شايفين ان موهبته عالميه ويستحق يكون في هوليوود؟ ومين من الممثلات المصريات عايزين نتكلم عليهم في الحلقه